عنده روس مستحيل يخاف. فالكونز في نهائي الأوبن الثالث والخصم مو تويستد لأنه خرجهم من البطولة. الخصم هالمرة الموج الأزرق R8 اي سبورت. المباراة الأولى والهدف الأول كان للأزرق من عبد الله على الرغم من تصدي روس. رجل النهائيات كيلرز بسجل التعادل للصقور، وعلى آخر الوقت ثلاثي فالكونز بشارك بهجمة وروس بتقدم للصقور. الدراري درالي بسجل الثالث والحاسم. المباراة الثانية وروس بكمل تألق اليوم وبسجل الأول بعد تمريرة كيلرز وبكل سهولة بسجل الثاني والأخير. المباراة الثالثة غازي 5-1-1 بسجل الأول للأرعي، تعديل عن طريق درالي، والثاني من المهاجم الأفضل كيلرز. عبد الله بخطف الثاني والتعادل، ونفسه عبد الله بريدايركت بسجل الثالث والفوز للقلعة الزرقاء. المباراة الرابعة ومن مرتدة درالي والأول فالكناوي. عبد الله بكمل تألق وبعدل النتيجة، وبعد ما عدل بتقدم عبد الله بالثاني، وبعد خطأ دفاعي عبد الله بسجل الهاتريك. الدور على محمد يسجل الرابع، روس بسجل الثاني وكيلرز الثالث، بس الوقت ما بيساعد للعودة. المباراة الخامسة التعادل بيسيطر عليها على الرغم من 13 تسديدة من فالكونز ليحسمها كيلرز في الأوفر تايم. المباراة السادسة بيبدأها روس بهدف بعد تمريرة درالي. روس ما شاء الله عليه اليوم ما وقف وبسجل الثاني، كيلرز بسجل الثالث، وروس ببصم على الهاتريك، وبعدها على طول بسجل السوبر هاتريك. غازي بسجل هدف شرفي لتنتهي المباراة، وبيأكد فالكونز على قوتهم وتتويجهم بلقب الأوبن الثالث بكل جدارة واستحقاق، وهارد لك للقلعة الزرقاء. احكوا لنا رأيكم بأداء درالي اليوم.